عودة وزير الاقتصاد السابق في نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، يوسف بطرس غالي، بقرار رئاسي من الرئيس السيسي مباشرة كده يعني، لانضمامه لإدارة البرنامج الإصلاحي الاقتصادي لمصر. الدولة بتستعيد تاني بنظام مبارك، رغم ان يوسف بطرس غالي ما اتحكمش عليه في اي حاجة لكن اتهم طبعا في قضايا فساد، اشهرهم قضية الجمارك واللوحات المعدنية اللي كان واخد فيها 10 سنين سجن واستئنف فيها، وفي النهاية خد براءة من كل التهم زي كل رموز النظام السابق. طبعا محدش فيهم اصلا اتحبس وكلهم خدوا براءة من كل التهم اللي كانوا واخدينها يعني. لكن هو الجديد استعانة الرئيس السيسي برجال حسني مبارك. لو نتفق او نختلف، لكن اعتقد الوضع الاقتصادي المصري ايام حسني مبارك افضل بكتير من الوضع الاقتصادي الحالي اللي احنا فيه. لكن انتوا بقى مع او ضد؟